السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. يا رب تكونوا في أتم الصحة والعافية. صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. راح ندير معكم اليوم تحلية قوامها كريمي بنتها روعة، مزيج بين القهوة والكراميل، القرمشة تاع هاد الكاطو. واش نقول لكم يا البنات، تحلية من أروع التحليات اللي تجربوها وغادي تعاودوها وما تملوش منها، خاصة في الشهر المبارك. إذا كنتي أول مرة تشوفي قناتي نقول لك مرحبا بك حبيبتي. شوفوا البنات، عندي هنا كاس ماشي مملوء تاع لا كريم شانتيي، غبرة أشانتيي، يعني كاس ناقص صباع. زدت له تاني كاس ناقص إصبعين تاع الماء اللي يكون بارد مليح. تقدروا تطلعوها بالحليب، أنا هنا ما كانش عندي حليب، استعملت الماء فقط. عادي تجيكم كريم شانتيي طالعة ما شاء الله. على بالي راح تسقسوني على نوعية الكريم شانتيي. كاين زوج أنواع اللي نخدم بيهم، كاين لا نيج بلانش ولا لا بلونش نيج، حاجه بلونش نيج نورمالمون، وكاين كريستال. هادو زوج انواع ما شاء الله من اجود انواع لا كريم شونتيي اللي تنجموا تشروها. يعني هنا تشري قيس 10000 دير لك هاد لا غوسيت، دير لك كاس 10000 دير لك كاس معمر. راح نضيف عليها فلون كراميل بذوق الكراميل، راح يعطينا نكهه ولا اروع في التحليه تاعنا. نطلعها توجور بالباتور حتى يتضاعف في الحجم تاعها وتتماسك معايا. فوالا، يعني دقيقة برك تكون طالعة معايا. يعني هاد التحلية مقاديرها بسيطة ماشي مكلفة، مام القوت تاعها ما تجيش حلوة بزاف، والقوام كما قلت لكم البنات يجي كريمي. الا كنتي معايا اول مرة تشوفي قناتي نقولك حبيبتي اشتركي، فعلي الجرس باش يوصلك الجديد. واكيد فرحيني بجام تاعك وبارطاجي لا فيديو مع حباباتك. هنا البنات انا جبت قهوه، وهنا عندكم الاختيار، بغيت يكون مزيج، يعني اللي يقول يكونوا في التحليه تاعي يكون مزيج بين القهوه والكراميل. تقدروا ديروا الحليب عادي كما تقدروا ديروا النسكافيه، يعني ديروا فيه الكاطو تاعكم. انا شريت هاد النوعيه تاع الكاطو، هاد البلا دخل لي فيه زوج قوابس ونص شوالا. انا الطبقه هذه شغل دوبليت هنايا، درت طبقتين تاع الكاطو. تقدروا ديروا طبقه واحده ما تجيكمش التحليه عاليه بزاف، راح تدخلكم يا ربي زوج قوابس تاع هذا الكاطو. هذا الكاطو راهم يجوا 3 قوابس ب10000، يعني ماشي غالي. والجو تاعه حليب، لوغو تاعه روعه في القرمشه في لوغو. شوفوا ما تجيكمش كي التحليه، غادي تجيكم كي لاطخ، تحسبوا راكم تاكلوا في الباتيسري. المهم انا نحكم الحلو الكاطو تاعي هذا كاع نشمخه في القهوه كيما هكا ونستفاه كيما راكم تشوفوا معايا. والله سورتو كي تصبح، شوفوا البنات كي تصبح قلت لكم تقولوا راكم تاكلوا في لاباتيسري. انا نجيب سباتول هنايا ونجيب لا كريم، كي طلعتها حطيتها في الفريجيدير شويه، ونجيبها ونقعد نسقم فيها كيما راكم تشوفوا معايا. نبلاطيها على الكاطو تاعي، يعني ندير طبقه مليحه. شغل ندير نقسمها على زوج، ندير الطبقه الاولى هنايا ونمشيها كيما هكا غير بالسباتول. كيما تنجموا تستعملوا لا كوبات هذيك باش تستفوا بها لا كريم تاعكم. فوالا كيما هكا، يعني طريقتها سهلة وتوجد بالخف، يعني نص ساعة قبل المغرب تقدروا توجدوها وتاكلوها في السهرة عادي في رمضان. نعاود نجيب الكاطو اللي بقالي ونشمخه بنفس الطريقة، وتاني نستفه على لاكوش هذه تاع لاكريم. كما تقدروا ديروا كؤوس فردية، يعني ولا تقدروا مام ديروها في المول الاسطوري، يعني نتوما واش عندكم في الدار ديروها كؤوس فردية. المول الاسطوري هذا المول ليسونسيال تذوقوا وتاكلوا تحليه بنينه بزاف بذوق الكراميل. نكمل الكونتيتي تاع لا كريم اللي بقات لي. شوفوا البنات غير بالسباتول نمشيها غير بشويه. واللي اول مره دخلت قناتي نقول لك حبيبتي راني حاطه وصفات خاصه بالشهر الفضيل، ما عليك غير تزوري القناه وتشوفي الفيديوهات. واللي عجبتها اي حاجه ولا جربتها تكتب لي في التعليقات، ولا حابين تشوفوا اي حاجه على قناتي قولوا لي البنات في التعليقات. فوالا كيما هكا اسيي نستفها غير بشويه. هنا غادي نروح نوجد الكراميل تاعي. هنا درت كاس تاع السكر كيما راكم تشوفوا مملوء، درت على نار قليله. هنا غادي نخليه على نار قليله حتى يتكرمل لي. صدقوني انا حطيته هنا شويه، سرعتكم لا فيديو ونسيته، على بالكم نسيته واحد زوج دقائق ولا 3، لقيته قريب راح يتحرق لي. اتونسيون بقاو تعسوا في السكر تاعكم. غادي تلاحظوا باللي ما راحش نقطع التصوير، وراح نكمل في التصوير حتى اون فوا رجعت ليه
لقيته صاي راح قريب ينحرق. الحمد لله وصلت كما يقولوا الدقيقه الاخيره هنايا في هذه اللحظه، وحكمت الملعقه الخشبيه تاعي وبديت نحرك فيه. المهم ذوبوه على نار قليله. هنا راني نسيته، امنوني راني نسيته. جبت مغرف تاع اللوح، بديت نحرك كما راكم تشوفوا معايا فوق النار، قلعته من النار نحرك حتى ولا كاع كراميل وما بقاش فيه حبيبات السكر. انتم ما ديروش الغلطه تاعي وعسوا الكراميل تاعكم. فوالا هنا زدت ملعقه صغيره تاع الزبده، نخلط مليح ونزيد ايضا علبه واحده اخرى تاع الفلون كراميل ونخلط بيان هنايا حتى يتحلي هذاك الفلون كراميل، ونتحصلوا على كراميل القوام تاعه ما شاء الله. هنا يستعملوا الفوي احسن، انا كنت نخدم بالملعقه ما تحلش معايا، مي كي استعملت الفوي بالخف تحل كراميل. ما احتاجيت لا نصفيه لا والو، نخليه يدفى على جهه ولا يبرد معايا ونروح نزيد نكمل التحليه تاعي. هنا نحتاج غير 2 حبات تاع الموز، انا حبات كانوا صغار تاع الموز بانان، الا كان كبير قادرين تحتاجوا غير حبه واحده تكفي، وهذا اختياري. قادرين يعني ديروها بلا موز، الصراحه راه الثمن تاعها شويه راه غالي، تقدروا ديروها بلا موز يعني مباشره تفرغوا هذيك الكراميل على الكريمه وتجيكم تاني تحليه ولا اروع صدقوني. فوالا بعد ما قطعت الموز تاعي شرائح رقيقه وستفته كيما راكم تشوفوا هكا على كامل البلاطو تاعي، نجيب الكراميل اللي راه دافي. شوفوا القوام تاعه ما فيه لا سكر لا حبيبه سكر لا والو، جاني روعه البنات. نسيي نفرغها هكا بالتساوي على الموز تاعي على البانان على السطح تاع التحليه هكا. فوالا وتكون التحليه تاعنا واجده ما شاء الله كيما راكم تشوفوا معايا. دوكا شندير البنات راهي واجده، نحطها غير في الفريجيدير تريح واحد ربع ساعه نص ساعه، يعني ماكسيموم نص ساعه تكون شدت روحها. وهذاك لو بسكوي يزيد يتشرب معانا ونروح ونقسموها كيف كيف، راح تشوفوا كيفاش تخرج قوام تاعها كريمي. تحليه اللي ما تتشبعش صدقوني راح تروح في نهارها وراح اللي يذوقها عندك راح يطلب الوصفه اكيد. ما عليكم البنات غير تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسايش انتي اللي راكي تشوفي فيا تبارطاجيها مع اختك مع حبيبتك، ولا جربي هذه التحليه في هذا رمضان ما رايحاش تندمي ما شاء الله. شوفوا الذوق والقوام وهذيك الكراميل السائله عليها، ما عندي ما نقولكم الصوره يعني راهي تعبر على نفسها. هكذا البنات كونوا وصلنا نهاية الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله شهيتكم في الجنة يا رب. نقولكم صحة فطوركم صحة صيامكم. إلى فيديو آخر وصفات أخرى بإذن الرحمن، نقولكم نتلاقاو في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش حبيباتي الجام والبارتاج ودعوة الخير، ونهاركم مبروك.